مسيكم بالخير أصدقائي ومتابعيني، إن شاء الله يوم جميل وبداية أسبوع أجمل علينا وعليكم. جماعة الخير، أكيد كل الأسبوع الماضي تابعتوا وسمعتوا وشاهدتوا موضوع على وسائل التواصل الاجتماعي. مواطن أردني يعتدي على رجل أمني في الكويت. موضوع للأسف لما شفناه ضايقنا منه، استفزنا. تصرف فردي أرعن من شخص كان تحت تأثير المخدرات والحبوب والمسكرات كلها والحشيش واللي بتسمعوا فيه، مثل ما ذكر تقرير المخفر في دولة الكويت الشقيقة. طبعا تم إلقاء القبض عليه الحمد لله، هو وخمسة أو ستة من أعوانه كلهم مروجين المخدرات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا جماعة الخير، شعب الكويت، حكومة الكويت، حكوا على راسنا من فوق على اللي صار. احنا كشعب أردني وكحكومة أردنية متبرئين من هكذا شخص، عيلته متبرية من هيك تصرف. الله يهديه ويصلحه ويهدي الجميع. نتمنى من القضاء الكويتي أنه يتخذ أقصى العقوبات بحقه وبحق أعوانه، عشان ما يتكرر مثل هيك تصرف، ويكون عبرة إله ولكل الناس السيئة أمثاله، ويعتبروا من هذا الشيء. جماعة الخير، إحنا أشقاء، إحنا عرب، إن شاء الله وطن عربي واحد يعم عليه الأمن والأمان، ونبتعد عن هكذا أمور. رسالة أخيرة بس للإعلام الكويتي الشقيق: يا جماعة الخير، لا تكبروا الموضوع، ما بدنا نحكي فيه. أشقائنا أنتوا عزيزين والله وغاليين، اللي صار إحنا بنقولكوا حكوا علينا. هذا شخص لا يمت لنا بصلة، لا يحمل سوى كلمة أردني. للأسف هو لا يمثل 7-8 مليون أردني موجودين على كل دولة من دول هالكرة الأرضية. يا جماعة الخير، إن شاء الله يكون يومكم جميل. اعذرونا على الإطالة، ونتأمل دائما الخوة والمحبة ظلها موجودة بيناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله